نأجل نخلي السيميشن يبدأ عند 25. بس لو بدأ عند 25 الكرة مجرد ما هتلمس القماش هيبدأ ايه القطع كله يظهر، وده مش ألطف حاجة. فاضل في القصة ديت إن احنا نعمل ايه؟ سب ديفيجن. تعالى نعمل سب ديفيجن. فأنا هعمل سب ديفيجن، هاجي نضغط كنترول 2، وأول ما أضغط كنترول 2 عشان نعمل سموزنج بقى هيظهر الشبكة دي فعلا هتفضل ظاهرة كده. أنا هدف السب ديفيجن إن أنا لما أوصل للقطع يبقى القماش سموز، عكس ما هو كده بكسل. طبعا حتى لو سلكت وعملت له شيل سموز برضه هيبقى فيه سنة بكسلة كده مش عايزينها، فاحنا نيجي نعمل هنا. طيب ايه اللي حاصل قدامك هنا؟ حتة ان انت عندك ده كيرفد بالشكل ده على طول، دوائر دوائر دوائر، ده هنحلها بعدين. بس لما تيجي في الاول هتلاقي دي، انت خدت بالك طبعا ان هو انت عارف ان هي دي كلها منفصلة، ده كده منفصل ده كده منفصل. فهو لما بيعمل سموذنج للحتة دي بيعمل سموذنج للإيدج ده كده والإيدج ده كده لبره، فبيخلق جابس اللي هي فتحات، اللي هي اللي انت شايفها دي كلها. جميل. الجابز دي او الجابس اللي هي الفتحات يعني، آم، احنا مش عايزينها من طبيعة الحال. لما تيجي تعمل سيموليشن وتعمل ريندر هتلاقي كل الشبكة دي موجودة. احنا نحلها ازاي؟ حتى انت دلوقتي لو عامل السيموليشن يبدأ من 26 برضه الجابس دي هتفضل موجودة، احنا عايزين نخفيها. الحل نعملها ازاي؟ هنيجي على موديفايرز نقول له هات لي موديفاير اسمه ويلد. ويلد ويلد. تمام. الويلد ده دوره ان هو يلحم اي سيبريت ايدجز او سيبريت فيرتسز مع بعضها، لحين ما انا اقول له ما تلحمهاش. تمام. فالويلد ده دوره ان هو يعمل كده. طيب هل هو عامل كده؟ لا لسه. لو خليته صفر برضه مش عامل. امال في ايه؟ بص الويلد ده بيظهر نتيجته بعد قبل الكلوس مش بعد الكلوس. تمام. انت تيجي تاخده كده لفوق وتسيبه، ايه اللي حصل؟ اختفى السب ديفيجن يعني. هو موجود صح، موجود اهو. بص تعالى لما اجي اعمل بلاي اهو، هو عامل ويلد، هو فعلا لحم الايدجز مع بعضها، فبالتالي الكلوس ما عادش بيتقطع، واخد بالك. لكن انا لما الغيه واعمل بلاي يبدأ الكلوس يظهر قدامي، صح. يبقى الويلد ده دوره ان هو اي ايدج زياده مفصول عن بعض لا انا هلحمه مع اللي جنبه على طول. تمام. ففي الحاله ديت الويلد ده بيلغي التأثير التيرنج اللي احنا عملناه.